بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. يقول الله تعالى: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا. فريضة الحج وهذه الشعيرة الأساسية والتي هي ركن من أركان الإسلام هي موضوع حديثنا لهذا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. حياك الله أستاذ حسن. أهلا وسهلا، حياك الله بالمشاهدين. مرحبا بك. دخلنا الأول من ذي القعدة وهو شهر من الأشهر الحرم وأشهر الحج، والتي هي شعيرة من شعائر هذا الدين وركن من أركانه الأساسية. دعنا نعود بالزمن إلى بداية هذا الأمر شيخنا في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وبداية هذه الشعيرة العظيمة. حدثنا عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج إلى بيت الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم ويسددهم ويسهل أمرهم، وأن يبلغ كل حاج مقصده فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نتكلم عن إبراهيم عليه السلام، نحن بس فقط أنبه إلى أمرين أو أمر مهم، وهو موضوع الأشهر. يمكن تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأشهر الحرام. نعم. وذكرنا بأن الأشهر الحرم تبدأ يعني 3 أشهر متتابعة، تبدأ من اليوم ذو القعدة، ثم ذو الحجة، ثم محرم، ورجب على انفراد. لكن بالنسبة لأشهر الحج هذه تحتاج تنبيه طفيف. تبدأ من شوال، يعني من 1 شوال بدأنا في أشهر في أشهر الحج، حتى ينتبه الناس، لأن بعض الناس يخلط، ما يتصور بأن أشهر الحج هي نفسها أشهر الأشهر الحرم. هي جزء منها صحيح، الأشهر الحرم جزء من أشهر الحج، لكن هنالك شهر زائد رجب خارج أشهر الحج، وعندنا أيضا شهر شوال خارج أشهر الحرم. هذه مسألة فقط من باب التنبيه. يعني الحج أشهر معلومات كما ذكرت. الله سبحانه وتعالى جعل يبدأ أشهر الحج من الليلة الأولى لظهور هلال شوال، وتستمر معنا أشهر الحج إلى قبل فجر يوم النحر، قبل فجر يوم النحر اللي هو يوم العيد، عيد الأضحى، قبل الفجر. هذا التوقيت هو الذي يصح فيه أن يؤدي الإنسان الحج، فلا يكون قبله ولا يصح أيضا بعده. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبيعة الحال الحج يرتبط بشكل أو آخر. كلما تحدثنا عن الحج لابد أن نستحضر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يعني بالنسبة لأمة الإسلام بشكل عام هو إمامها، لأنه قائد هذه الملة، ملة أبيكم إبراهيم. في إبراهيم عليه السلام ما بعد مجيئه وبعثته عليه الصلاة والسلام ما بعث رسول إلا من ذريته. هذه واحدة، يعني كل الرسل الذين بعثوا بعد إبراهيم هو من ذريته عليه الصلاة والسلام، وكل الرسل هم من ذرية رجلين، نوح وإبراهيم عليه السلام، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام وذكر إبراهيم عليه السلام، قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ثم أيضا إبراهيم عليه السلام يمثل بالنسبة للمسلم نموذج الكمال البشري، الكمال التعبدي، الكمال النسكي، الكمال الشعائري، الكمال العقائدي.
فإبراهيم عليه السلام بلغ الكمال في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير وكمل من النساء 4، فأشار إلى 4 من النساء، ولكن قال كمل من الرجال، وعلى رأس الذين كملوا من الرجال إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام كمل لعدة أسباب. أولا لأنه نجح في كل محطات الابتلاء والاختبار. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن إبراهيم عليه السلام نال إمامة الدين بسبب أنه نجح في الابتلاء. هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كان هي أوامر الله سبحانه وتعالى التي طالبها من إبراهيم، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأن إبراهيم وفى هذه، وإبراهيم الذي وفى. فإبراهيم عليه السلام وفى ما عليه من كلمات، وفى ما عليه من أوامر، وفى ما عليه من اختبارات وابتلاءات، وبالتالي استحق أن يكون إماما واستحق أن يكون أمة دون الناس. إن إبراهيم كان أمة. إذن إبراهيم عليه السلام بهذه الاعتبارات نلاحظ بأنه يحتل مرتبة متقدمة في صدارة الرسل الذين تكلم عنهم القرآن الكريم. يعني أكثر شخصين تكلم عنهم القرآن الكريم بقصصهم وأسمائهم موسى عليه السلام رقم 1 وهو أكثر شخصية تكلم عنه القرآن، وإبراهيم عليه السلام رقم 2. يعني أكثر من 69 موضعا في كتاب الله سبحانه وتعالى، 69 آية في 25 من الصور القرآنية في مساحة ضخمة جدا، يمكن أكثر من 17 جزء تتكرر فيه صورة إبراهيم، قصة إبراهيم عليه السلام. إذن إبراهيم يحتل مرتبة متقدمة. ولكن حتى لا نذهب بالمستمع والمشاهد إن شاء الله في ما لا يلينا من قصص إبراهيم في موطن الحج تحديدا، فإننا يمكن أن نقول بأن هنالك أشير فقط إلى موطن أو موطنين من ارتباط قصة إبراهيم عليه السلام بمسألة الحج، وهو إشارة القرآن الكريم إلى أن إبراهيم عليه السلام بعد جولة طبعا طويلة جدا ولد في العراق، تحرك إلى مصر، ثم انتهى به المقام أو وصل إلى الأرض الحرام، ووضع ابنه إسماعيل وزوجته هاجر في البيت الحرام. القصة طبعا طويلة لا أريد الآن أن أدخل فيها، لكن من هذه اللحظة التي وضع إبراهيم عليه ابنه في هذه الأرض حصلت عليه جملة من الابتلاءات، لكن المهم فيها أمرين. النقطة الأولى كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم عليه السلام في ابنه إسماعيل. يعني تصور رجل يرزق ابن في مرحلة عمرية متأخرة، يعني فوق 90 تقريبا أو أكثر من ذلك، ثم لما يبلغ معه السعي وخلاص مرحلة بلوغ السعي هي مرحلة شعور الوالد بالفرح بابنه لأنه سيبدأ معه مسيرة الحياة. حينها يشعر الوالد بالضعف ويؤمل في أبنائه. فلما بلغ معه السعي رأى رؤيا منامية، فقال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طبعا لحظة ابتلاء عظيمة جدا. وهنا سبحان الله تلاحظ أن مسألة الخلة الإبراهيمية، إبراهيم عليه السلام ما نال خلة الله أنه كان خليل الرحمن إلا لأنه فعلا اختبر اختبار، ومن أصعب أنواع الاختبار هو هذا الاختبار الذي ابتلي به إبراهيم في ذبح ولده. نعم. رؤيا الأنبياء حق. فإبراهيم عليه السلام لما رأى هذه الرؤيا خلاص هو ملتزم. إبراهيم عليه السلام يعني مستجيب لأوامر الله سبحانه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم عليه السلام مهدي مختار خليل الرحمن. فأول ما رأى الرؤيا قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هنا لاحظ الابن ما شاء الله تربية طيبة ونبت حسن، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا قال فلما أسلما. هنا لاحظ أسلم إبراهيم عليه السلام لربه في تنفيذ الأمر، وأسلم إسماعيل عليه السلام بالرضا أيضا بما كتب الله سبحانه وتعالى عليه. فرضي الله عن الطرفين، رضي الله عنه استسلم أولا واستسلم ثانيا إبراهيم وابنه، ثم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه. خلاص وقع الفعل وكأنما يعني حصلت الإرادة، حصل العزم، اجتمع عملية الفعل. فقط هنا تدخلت العناية الإلهية في أن لا يحدث أمر الذبح بالنسبة لإسماعيل، وفديناه بذبح عظيم، ففداه الله سبحانه وتعالى. هذه القصة بطبيعة الحال لها ارتباط مباشر في موضوع
موضوع الحج وقصة إبراهيم عليه السلام. لا يمكن لإنسان تمر عليه أشهر الحج وتمر عليه مسألة الأعياد ويمر عليه الأضحى ولا يتذكر هذه القصة العظيمة لإبراهيم عليه السلام. الأمر الثاني بالنسبة لإبراهيم عليه السلام أيضا موضوع بناء البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مقام، يعني الله سبحانه وتعالى هذا البيت طبعا بيت قديم، أو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فأول بيت يعني من الصعب أن نقول بأن هذا البيت وضع أسسه وحجره الأول إبراهيم، لا، إبراهيم عليه السلام أقام البيت مرة ثانية، لكن كل الأنبياء الذين سبقوا إبراهيم عليه السلام مروا بهذا البيت، وبالتالي إبراهيم أقام بنيانه وكأنما حصل فيه تلاشي وانتهاء ثم أقام إبراهيم. فعلى كل إبراهيم عليه السلام مما يذكر له أيضا في القرآن الكريم أنه رفع وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل. نعم. فالله سبحانه وتعالى ذكر الرجلين معا، ذكر إبراهيم عليه السلام وذكر إسماعيل عليه السلام فيما يتعلق ببناء البيت. وماذا يقولان في هذه اللحظة؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هم ساهموا أو رفعوا بناء هذا البيت، فارتبط موضوع الحج ببناء البيت، ارتبط هذا الأمر بإبراهيم عليه السلام وبإسماعيل عليه السلام. ثم ترتب على ذلك بعد أن بنى البيت الله سبحانه وتعالى أمره بأن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فأذن في الناس، يقال أنه صعد على جبل من جبال مكة وأذن في الناس أن حجوا. وهنا طبعا في مسألة مرتبطة ما بين آذان إبراهيم عليه السلام والذي استجابت له كل الذريات في الأرحام، في ظهور الرجال وأرحام النساء، هكذا تذكر بعض الروايات. ويبدو أيضا نفس هذه الأرض وخصوصا منطقة عرفة مرتبطة أيضا بموضوع آدم عليه السلام، عندما أخرج الله سبحانه وتعالى من آدم عليه السلام ذريته وهم في عالم الذر وفي عالم الغيب، وأخذ عليهم الميثاق. فكأنما هذه الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام بالآذان في ذات المكان الذي هو الأرض الحرام استجابة لنداء الفطرة الذي قال ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا بلى. ذاك الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من عهد على بني آدم من ظهر آدم عليه السلام، فإن يتجدد ذلك بنداء الفطرة. ولذلك تلاحظ سبحان الله كل الناس، كل من أسلم وجهه لله سبحانه ولو كان عاصيا، عندما يأتيه نداء الحج وتتيسر له عملية الحج تجد أن هنالك يسوده نوع من الفرح ونوع من الشوق ونوع من الحب إلى الذهاب إلى أرض الحرمين الشريفين. وبالتالي هذه باختصار على كل إبراهيم حقيقة قصته طويلة، ولكن ما يهمنا فيها هو ارتباط ذلك بهذا الأمر العظيم، وهو ارتباطه بالحج، ببناء البيت، بذبح ابنه وإرادة ذبح ابنه، بالآذان في الحج، واستجابة الخلائق لهذا النداء. وإلى يومنا هذا والحمد لله الأمة تتوافد إلى بيت الله تبارك وتعالى. جميل. طيب متى فرض الحج شيخنا؟ الحج فرض متأخرا، الحج فرض متأخرا، يعني لو نظرنا إلى الواجبات الأربعة، الأركان الأربعة، يعني لا علاقة بفريضة الحج بما جاء به إبراهيم عليه السلام. لا، نحن طبعا لا، نحن بالنسبة لنا نحن الآن نتكلم فقط عن فرض الحج في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فرض الحج في أما ما قبل ذلك فبلا شك يقال بأنه ما من نبي إلا ومر على هذا البيت، ما من نبي إلا ومر. لكن لكل إنسان طبعا له شعيرته وله طريقته في التعبد، وبالتالي لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. كيف كانت تلك؟ لكن بالنسبة لإبراهيم عليه السلام يكاد يكون شعائره وطريقته في التعبد ونسكه كان مقاربا عموما لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لنا التاريخ القريب هو إبراهيم عليه السلام، لكن موضوع الارتباط بهذا البيت ضارب في الحالة الإسلامية عموما، في الديانة الإسلامية منذ نوح عليه السلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام. لكن من حيث فرض الحج في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذهب إلى المدينة وحصل على كل عاش فترة طويلة في المدينة، ثم بعد ذلك فرض عليه الحج. طيب نشرع إذن في الحديث عن الحج بشكل مفصل عن شعيرة الحج، والآن نبدأ بالأركان الأساسية في الحج شيخنا. نعم. موضوع الأركان طبعا حتى لأنه كثير من طلبة العلم يحتاج إلى، أو حتى العامة يحتاج إلى تنبيه. نسمع نحن دائما الفرض والواجب والركن،
نسمع فرض وواجب وركن. وأحيانا بعض الناس يخلط ما بين الواجب والفرض. في موضوع الحج يعني قد يكون هنالك اختلاف بين المذاهب في قضية الفرض والواجب، خاصة المذاهب الثلاثة مع الأحناف. في كثير من القضايا الأحناف يطلقون الفرض على ما كان نصه نصا قطعيا مؤكدا، ويطلقون على الواجب على ما دون ذلك، لكن بقية المذاهب الثلاث ما يفرقون. لكن في موضوع الحج تحديدا يكاد يكون هنالك تفريق واضح بين ما هو فرض وما هو ركن. هذه واحدة. المسألة الثانية، فما يقال عنه من فرائض في الحج هي الأركان. ما يقال عنه من فرائض في الحج هي الأركان، وما يقال عنه من واجبات هي دون ذلك. فلما تسمع في الحج فروض الحج واجبات الحج، هنا الفروض هي الأركان والواجبات هي غير الأركان. وبالتالي الركن من حيث تعريفه هو ما يتعلق بماهية الشيء، أي ما يدخل في صلبه ولا يمكن أن يتم هذا الشيء إلا به. نعم. لا يتم الشيء إلا به. فمثلا الآن هنالك 4 أركان أساسية. طبعا أنا ما أقدر أدخل الآن في الخلافات فيها، يعني منهم من يوصلها 6، منهم بعض المذاهب 5، لكن أنا باعتباري خليني مع المالكية. يعني هنالك 4 أركان متفق عليها أنه هي عبارة عن أركان لا تصح أو لا يصح الحج إلا أن يأتي بها الإنسان. وعندما نقول هنالك أركان لا يصح، لأن هنالك واجبات يمكن لو سقطت تجبر بالدم. نعم. زي عندنا في الصلاة في أركان لا بد أن تأتي بها، وفي واجبات تجبر بشنو؟ بسجود السهو. نفس الطريقة عندنا في الحج أركان لا بد أن تأتي بها، وهنالك واجبات يمكن أن تجبرها بالفدية أو بالدم يعني. طيب دعنا نتحدث عن أركان الآن، سيأتينا الحديث عن الواجبات. نعم. موضوع الأركان هي 4 أركان أساسية. الركن الأول هو موضوع الإحرام، والإحرام هو الإعلان والإعلام بنية الحج. نعم. أن الإنسان يدخل قاصدا إلى الحج، سواء الأفضل طبعا أن يكون ذلك بقلبه، والشافعية طبعا يستحبون الإعلان عن نية لبيك بحج أو لبيك بعمرة أو لبيك. نعم. فهذا الجانب الأول هو موضوع الإحرام، وهو نية الحج. في كل الفرائض والأركان ستلاحظ موضوع النية، إنما الأعمال بالنيات. فلا تبدأ في صلاة ولا في حج ولا في صوم إلا بأن يكون ركن النية حاضر، وهو الذي نسميه الآن في الحج هو موضوع الإحرام. طبعا مرتبط بموضوع اللباس وكذا، لكن الإحرام هنا تحديدا هو موضوع نية نية الحج. هذا الجانب الأول، الركن الأول. الركن الثاني من أركان الحج هو موضوع عرفة. الركن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. الحج عرفة هو أعظم الأركان، لأنه إن فات فقد فات الحج. أن الأركان الثانية يمكن تعالج، لكن ركن العرفة بالذات لا يمكن أن يعالج، خاصة إذا لم يدرك الإنسان شيئا من ليلة العيد لليلة النحر، فلا يكون قد لحق بركن الحج. يعني يكون أدرك واجب من النهار مثلا، لكنه لا بد أن يدرك جزءا من الليل. إذن عندنا موضوع الوقوف بعرفة ركن، إذا فات هذا الركن طبعا يكون فات عليه الحج. المسألة الثالثة، عندنا الركن الأول قلنا الإحرام، الركن الثاني عرفة، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، هذا أيضا من الأركان. لا يمكن أن يكون الإنسان حاجا ولا معتمرا إلا إذا سعى بين الصفا والمروة. الركن الرابع هو الطواف، والطواف الذي نتكلم عنه هو طواف الإفاضة. الطواف الذي نتكلم عنه هو طواف الإفاضة. هذه تقريبا 4 أركان أساسية لا يمكن للإنسان أن يكون أدى الحج إلا إذا أدى هذه الأشياء ال4. تأتي بعد ذلك أمور أخرى، يعني مثلا المذهب الشافعي يضيف مثلا قضية الحلق والتقصير ضمن الأركان، لكن والله أعلم الصحيح أن هذه أركان، وما عداها يعتبر من الواجبات التي يمكن إن شاء الله أن تجبر بالدم. جميل. ذكرتم الفرق بين الأركان والواجبات شيخنا، وتكلمنا عن الأركان قبل قليل. ما هي الواجبات؟ نعم. الواجبات حقيقة هي أول دون الأركان، ويمكن للإنسان أن يجبرها بالدم. عندنا مثلا في الأركان موضوع المواقيت. نحن تكلمنا عن الإحرام، لا بد لهذا الإحرام أن يكون في إطار زماني وإطار مكاني، هذا من الواجبات. نعم. فلا يمكن للإنسان أن يتجاوز ميقاته الزماني أو ميقاته المكاني. فمثلا لا تعزم نية الحج ما قبل دخول شوال،
يعني مثلا واحد في رمضان يريد أن يدخل على إيه؟ على الحج. الصحيح والأفضل أنك أنت أبدأ من لحظة دخول أشهر الحج، من لحظة دخول أشهر الحج. هذا ميقات يعتبر واجب من الواجبات، أن الإنسان ينوي في توقيت معين اللي هو توقيت أشهر الحج. أيضا يعني يكون إحرامه في إطار مكاني معين، بمعنى لا يتجاوز في ذهابه إلى البيت الحرام الميقات المكاني الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وحددته الشريعة في أن يبدأ فيه بإجراءات الحج. يبدأ فيه بإجراءات الحج من قضية لبس الثياب وموضوع الامتناع عن المحرمات والمحظورات التي يمكن إن شاء الله نتكلم عنها. فهذه المواقيت عندنا الآن في موضوع الإحرام أمرين أساسيين. عندنا موضوع الميقات الزماني الذي ذكرناه من بداية شوال إلى نهاية قبل فجر يوم النحر، والميقات المكاني عندنا 5 أو 6 مواقيت مكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها المواقيت التي يبدأ منها إيه؟ يبدأ منها إجراءات الحج. فعندنا مثلا ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وهي معروفة بآبار علي، هذه تعتبر الميقات المكاني بالنسبة لهم، فهم مثلا يخرجون من المدينة ويبدأون إجراءاتهم من الميقات المكاني لهم. عندنا الجحفة هو ميقات أهل الشام وأهل مصر، وكان في السابق بعض الأفارقة أيضا يأتون بهذه المنطقة. عندنا يلملم هو ميقات أهل اليمن وأهل الهند الذين يأتون عن طريق اليمن والبحار، ويمكن أن يدخل معهم جزء من الأفارقة الذين يأتون أيضا بالبحر بهذا الاتجاه. عندنا ميقات قرن المنازل، وهذا يعتبر ميقات أيضا من المواقيت المتعلقة بأهل نجد تقريبا، ولعله يبعد، هو من أقرب المواقيت 98 كيلو تقريبا. وميقات أهل الطائف وعندنا ميقات أخير وهو ميقات أهل العراق وهو ذي عرق، هذا الميقات أيضا من المواقيت الأساسية. إذن هذه هي المواقيت المكانية، بمعنى يبدأ الإنسان عملية البدء في إجراءات الحج في هذه المواقيت. فإذا تجاوز هذه المواقيت عليه الفدية. إذا تجاوز هذه المواقيت، مثلا شخص قبل أن يلبس وقبل أن ينوي تجاوز هذا الميقات، يعتبر أخل بالواجبات. نعم. هذه كلها أي تجاوز للمواقيت، إما أن يعود الإنسان ويبدأ من جديد من المواقيت، وإما أن يلتزم بإيه؟ من الأشياء أيضا الواجبة من واجبات أيضا طواف القدوم. نعم. يعد أيضا من الواجبات. طواف الوداع يعد أيضا من الواجبات. المبيت بمزدلفة يعد أيضا من الواجبات. المبيت بمنى يعد أيضا من الواجبات، خاصة أيام التشريق، هذه كلها واجبات. الحلق والتقصير يعد أيضا من الواجبات. رمي الجمار يعد أيضا من الواجبات. فهذه كلها من الأشياء التي لا بد إن شاء الله أن يؤديها الإنسان. أخيرا وهو ذاهب من موضوع طواف الوداع عند المالكية طبعا يعتبر من المستحبات، لكن عند الشوافع يعتبر من الواجبات. هذه باختصار شديد موضوع واجبات الحج التي على الإنسان الآن وهو يسمع إن شاء الله مثل هذه الحلقة لابد أن يتوسع فيها. حقيقة الموضوع طويل جدا ويحتاج ليس إلى حلقة واحدة بل حلقات، لكن نحن نعطي المؤشرات الكبرى بحيث الإنسان يفرق إن شاء الله بين أركان 4 لا يمكن أن يقبل لك حج إلا أن تأتي بها، وهي موضوع الإحرام، موضوع السعي بين الصفا والمروة، موضوع عرفة، وقوف بعرفة، طواف الإفاضة. هذه 4 أركان لا بد أن تأتي بها. عندنا الواجبات وهي التي ذكرناها: الإحرام من المواقيت، موضوع طواف القدوم، طواف الوداع، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، هذه واجبات. هذه الواجبات نعم. يمكن إن شاء الله إذا فرط فيها الإنسان أن تجبر على كل لكن ليست محصورة فيما ذكرت شيخنا، هي أوسع من ذلك. هي أوسع من ذلك نعم. جميل، شاكر لك شيخنا. فاصل قصير متابعينا الأفاضل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا، ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم للشاشة وعبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. عودة لكم دكتور حسن، دعنا نسأل على من يجب الحج، أي ما هي المواصفات التي إذا وجدت في الإنسان وجب عليه الحج؟ هذه طبعا يتكلم عنها العلماء في أبواب الفقه في موضوع شروط الحج، أي الشروط التي يلزم معها الوجوب، الشروط التي يلزم معها الوجوب، وهي تقريبا 5 شروط، ويمكن أن نخليها 7 إذا أردنا أن نفصل، لكن أنا قاعد أحرص أن أضغطها في بعض عشان الناس تقدر تحفظها يعني. جميل. أول شرط من شروط الحج، أي لا يجب الحج إلا على المسلم. نعم. اللي هو شرط الإسلام، فلا يصح الحج من الكافر ولو كان مخاطبا به، على القول بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، هذه ما ندخل فيها الآن، لكن لا يصح منه حتى لو أداه، لأن شرط صحة الحج أن يكون الإنسان مسلما. فهذا أول شرط اللي هو شرط الإسلام. الشرط الثاني وهو يكاد يكون شرط أيضا عام لكل العبادات هو شرط العقل. نعم. العقل، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، فالمجنون مرفوع عنه القلم وبالتالي ليس مكلفا. ثالثا البلوغ. نعم. فلا يصح أو فلا يجب، مش لا يصح، فلا يجب على الصبي الصغير غير المميز وإن صح منه، ولا يجب عليه وإن صح منه. يعني يمكن للطفل الصغير أن يحج مع أمه وأبيه فيكون الأجر لوالديه، لكن من حيث الوجوب لم يجب عليه بعد، لأنه لا بد أن يكون الإنسان بالغا حتى لا تسقط عنه الحج. لا تسقط عنه الحج. أحسنت. النقطة الرابعة موضوع الحرية. نعم. طبعا الآن المسألة هذه غير موجودة، لكن في السابق فما كان يجب على الرقيق وما كان يجب على العبيد، لأنهم هم كانوا في تعداد الأموال،
ولو كلفناهم وأوجبنا عليهم الحج لكان ذلك تكليف بما لا يستطيعون، هم يعتبرون في تعداد الأموال عند سادتهم. فالحرية شرط من شروط الحج. الشرط الرابع هو شرط الاستطاعة. شرط الاستطاعة. الاستطاعة على كل فيها تفصيل، استطاعة من حيث المال، استطاعة من حيث القدرة الجسدية، استطاعة من حيث وجود الأمن في الطريق، استطاعة من حيث وجود الرفقة المأمونة بالنسبة للمرأة، استطاعة من حيث أن يكون لها محرم إذا كانت المرأة يعني لوحدها لا بد لها من محرم أو لا بد لها من رفقة مأمونة. يدخل أيضا في الاستطاعة ما يتعلق خاصة في أحكام النساء مسألة المعتدة والمتوفى عنها زوجها، هذه كلها تعتبر في موضوع الاستطاعة. فنحن الآن عندنا 5 شروط: شرط الإسلام، شرط التكليف وهو يشمل معنا أمرين إذا أردنا أن نقول، هو العقل والبلوغ، هذه بعضهم يقول التكليف ويدخل فيها هذين الأمرين، وإذا أردت أن تفصل تقول العقل والبلوغ. فعندنا الإسلام والعقل والبلوغ، ثم عندنا بعد ذلك الحرية وعندنا الاستطاعة. نعم. الاستطاعة فيها تفصيل كثير جدا: استطاعة مالية، استطاعة من حيث الراحلة، استطاعة من حيث القدرة، استطاعة من حيث الرفقة إذا كانت المرأة كما ذكرنا. فهذه شروط أساسية لا يمكن أي لا يجب على الإنسان إلا إذا توافرت فيه هذه ال5 شروط. طيب الاستطاعة باب واسع شيخنا، الواضح منها إذا كانت الاستطاعة الجسدية عند الرجل أو أن يكون للمرأة محرم أو ما تكون حائض أو ما إلى ذلك. نعم. ماذا عن الاستطاعة المالية؟ كيف ممكن يضبطها الإنسان أو كيف ممكن ينظر فيها؟ الاستطاعة المالية هو أول موضوع. الاستطاعة فعلا فيه جانب عرفي، بمعنى أن يكون للإنسان من المال ما يكفيه وذريته، يكفي ما يعول به أبنائه وهو في سفره، وعنده أيضا من المال ما يكفي ذهابا وإيابا حتى يعود إلى أهله. هنا طبعا يمكن أن تدخل تفاصيل. إذا كان الإنسان عنده صنعة ويمكن هذه الصنعة أن تدخل معه في موضوع الحج، مثل الحلاق مثلا، يمكن في داخل الحج أن يعمل في مهنة الحلاقة وتلقى ما شاء الله يعني يسترزق منها، فهذه قد تدخل في الاستطاعة. على كل الحد الأدنى الذي نستطيع أن نقول لا يجب على الإنسان إلا إذا توفر أنه عنده القدرة المالية التي تكفي أهله في غيابه وتكفيه هو في سفره وفي ذهابه إلى الحج. جميل. طيب بالحديث عن الصنعة في أيام الحج، نعرف أنه في أيام الجاهلية كانت تأتي القوافل محملة بالبضائع، ويصبح الحج من مواسم البيع والشراء وما إلى ذلك. يعني أليس من الأحرى أن يتفرغ الناس في مثل هذه الأيام للعبادة أو ما إلى ذلك؟ وما الرأي في هذا؟ حياك الله. هو صحيح، لكن سبحان الله أراد الله سبحانه وتعالى بالذات في شعيرة الحج أن تجمع وصفين، وصفين، لأنه هي ذات طبيعتها كده، طبيعتها أنها بدنية مالية. نعم. إذا اعتبرنا الصلاة مدنية محضة، واعتبرنا الزكاة مالية محضة، واعتبرنا الصيام بدني محض، عندنا إذن البدني 2 والمالي اللي هو الزكاة. عندنا ما يجمع بين المالي والبدني هو الحج. فالصلاة والزكاة ينفردوا بالعبادات البدنية، والزكاة تنفرد بالعبادات المالية الجانب المالي، فإن الحج يجمع بين الأمرين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر مستمرا، يجمع ما الإنسان فيه بين التعبد والنسك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلتمس فيه المنافع، أن يلتمس فيه أيضا المنافع. لعل سبحان الله اجتماع الناس من مواطن متفرقة، بعض الناس يحملون أيضا أحيانا معهم بضائع وتحتاج هذه البضائع إلى البيع حتى يتزودون منها. بعض الناس قد لا يحمل معه، يعني خاصة في السابق قد لا يكون كل الناس في يدهم نقود أو في يدهم ذهب وفضة، بعض الناس عندهم ما شاء الله بضائع يحملونها معهم إلى بلاد الحج، يتقوون بها، فهي نفسها التي يمكن أن تساعدهم. فلو منعنا الناس من هذه المسألة ربما أدى ذلك إلى العنت والمشقة على الناس، خصوصا في ذلك الزمان. حاليا قد لا يكون كثير من الحجاج معني بقضية أنه والله هو يشتغل بنفسه في التجارة، لكن قد يفيد أهل المنطقة. أيضا الله سبحانه وتعالى جعل هذه البقعة المباركة مكة المكرمة جعلها منطقة سبحان الله ليست منطقة زراعة فهي منطقة بطبيعتها لابد أن يستفيد أهلها من خلال أيضا البيع والشراء. فلو منع، تصور أنت الآن تمنع أهل مكة مثلا من البيع والشراء في
في أشهر الحج أو في أوقات العمرة كم سيكون من الضيق عليهم، وهم ربما فائدتهم تأتي من هؤلاء. فكانت من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وتيسيره على عباده أنه أباح لهم في هذه الأشهر وفي فترة الحج والعمرة، أباح لهم عملية البيع، عملية الشراء، الانتفاع عموما من ما آتاهم الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب دعنا ننتقل إلى باب آخر شيخنا الفاضل، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حج مرة واحدة في العمر وكانت في أواخر عمره، وقال فيها خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. حدثنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل تحركه وكل خطواته عليه الصلاة والسلام كانت بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني لا يقدم أمرا بنفسه ولا يؤخر، كل قضيته مرتبطة بالسماء، خطواته، تشريعه، منهاجه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، في سيره إلى تمكين في الدين كان بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمره. نلاحظ أنه إلى فترة الحديبية كانت مكة تحت سلطان المشركين، فكأنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يختم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم السلطان السياسي والعسكري حصل في فتح مكة، يعني فتحت مكة ودخلت تحت سلطان المسلمين، ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يحج. وهنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من قضية الأصنام، انتهى من الوثنية في جزيرة العرب خاصة في مكة المكرمة بعد أن طهرها من الأنجاس والأرجاس والأصنام وغير ذلك، وانتهى كذلك سلطان الجاهلية وسلطان قريش، ودانت مكة لأهل الإسلام ودخلوا في سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قد جعل الله سبحانه وتعالى له هذا السلطان وهذا النصير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، وبعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم، وبحجته عليه الصلاة والسلام اكتمل السلطان الديني والسلطان السياسي على جزيرة العرب، وخاصة مكة والمدينة اللي نعتبرها قلب الأمة في ذلك الوقت. فتأخير حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم عظيمة جدا، كأنما أراد الله سبحانه وتعالى أن تؤدى شعيرة الحج اللي هي فيها قمة التوحيد وقمة التسليم وقمة أن لا تكون في أوقات يكون فيها الشرك والتوحيد يتزاحمان ويتصارعان في مكة المكرمة. جميل. ماذا عن الصحابة شيخ الفاضل؟ ما كان ديدنهم وما هو دأبهم في الحج؟ هل كانوا يحجون كل سنة ويستمرون على ذلك، أم أنهم أو قد يكون بعضهم يكتفي بالرفادة والسقاية وما إلى ذلك؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشق على أمته، والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا يريد بكم اليسر، يريد بنا اليسر جل جلاله، فجعل الله سبحانه وتعالى الحج الواجب في العمر مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكررها الرجل 3 مرات، ثم قال أفي كل عام أفي كل عام ويسكت النهي، ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إنما هي مرة مرة واحدة، مرة في العمر. لكن نصت كذلك بعض الأحاديث الأخرى على أن الإنسان يستحب له أن يحج كل 5 سنوات، أن يحج كل 5 سنوات، يعني كلما مرت على الإنسان 5 سنوات يستحب له أن يجدد بناء على ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هنالك بعض النصوص الآن لا تحضرني، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنص على أن الإنسان يجدد العهد بالبيت الحرام كل 5 سنوات. هذا استحبابا الآن، هذا استحباب، فمن تيسر له وكان قادرا على أن يكرر موضوع كل 5 سنوات فإن ذلك إن شاء الله من الأشياء اللي، ويمكن أن أقول هذا أيضا يصلح لأن يكون معه التنظيم، يعني التنظيم الإداري يمكن أن يكون على هذا، فمن حج هذه السنة يمكن أن يمنع أو يعني لا يسمح له ل5 سنوات، لأنه حتى يسمح تكون الفرصة لغيره. بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كل يعني ديدنهم العام كان الحج والجهاد، ديدنهم العام كان الحج والجهاد. فمن كان في الجهاد بطبيعة الحال فهو مشغول بالجهاد في أرض العراق وأرض الشام، خاصة في فترة أبو بكر الصديق انشغلوا بحروب الردة، في فترة عمر بن الخطاب انشغلوا بفتح الشام وفتح العراق،
عثمان بن عفان توسعت كذلك الفتوحات في عهده علي رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب حصلت في عهده طبعا الفتن الداخلية والابتلاءات الداخلية وتثبيت على كل معالجات المشكلات الداخلية. فنلاحظ أن الصحابة كانوا على هذا. كذلك من جاء بعدهم من الخلفاء والأمراء كان بعضهم مثلا يحج عام ويغزو عام بنفس الطريق. لكن لا أستطيع أن أقول بأنه والله كانوا في كل عام يذهبون إلى الحج، ما أتصور ذلك. طيب ماذا عن من انشغل بالرفادة والسقاية عن الحج؟ على كل هو نقول وفي كل خير، إذا كان والله الإنسان ليس أمامه إلا أن ينشغل بذلك فلا حرج، ما دام أنه أدى ما عليه من واجبات وحج. يمكن بعد ذلك أن ينشغل بالرفادة، ينشغل بالسقاية، ينشغل بخدمة الحجاج، كل ذلك إن شاء الله مما يدخل على كل في الأجر وما يدخل في الثواب الذي إن شاء الله توفره هذه الفترة الزمنية. جميل. لعلنا إذا ننتقل إلى أسئلة الجمهور. هل يجوز الحج للشخص المديون؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأن يسقط عنه بالعجز. يعني هذا الشخص ما دام أنه غير قادر على سداد دينه فبالتالي هو غير قادر من الناحية المالية، وبالتالي هذا لا يجب عليه ولا نلزمه أصلا بأن يستدين، والأفضل له قضاء الدين بدل من، لأن هذه ذمة مالية، إلا في حالة واحدة وهو أن صاحب الدين يسمح له ويؤخر له، مثلا يقول له والله يا أخي أنا أسمح لك بأن تذهب إلى الحج وأنا أؤخر موضوع ديني، فهذه يمكن. لكن في غير ذلك الأولى أن يقدم حقوق الناس ويقضي ما عليه من ديون، لأن الشخص الذي لا يسدد ولا يقضي دينه مع القدرة ومع الإمكانية فإن ذلك ظلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني أو مطل الواجد ظلم، مطل الواجد ظلم ومطل الغني ظلم. يعني الشخص اللي عنده القدرة أن يسدد الدين ولا يسدد فإن ذلك وقع في إيه؟ الظلم. وقع في الظلم. نعم، يدخل في باب الاستطاعة يعني. نعم، يدخل باب الاستطاعة. جميل. هل يجب على الزوج الحج بزوجته؟ على كل لا نستطيع أن نقول له يجب، لكن إذا كان قادرا أن من الناحية المالية أن يحج عن نفسه ويحج بزوجته فإن ذلك بلا شك هو الأفضل والأولى. جميل. هل يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل في الحج والعكس في ذلك؟ المرأة يجوز لها أن تنوب عن الرجل وعن المرأة اتفاقا، يعني ما في إشكال. يمكن للإنسان إن شاء الله أن إذا في امرأة مثلا هنالك والد أو والدة أو قريب أو كذا ولم يستطع وكان ناذرا مثلا عليه نذر ولم يوفي بنذره في الحج، فإن ذلك إذا كانت هي حجت عن نفسها فإنها يصح لها إن شاء الله أن تنيب عن ذلك الغير، بشرط وهو أن تكون حجت عن نفسها واعتمرت عن نفسها، والرجل ينوب عنه بطبيعة الحال. نعم. جميل. طيب ماذا عن السنن المستحبة في الحج؟ حقيقة السنن كثيرة جدا. لو أردت يعني عندك سنن الإحرام وعندك سنن السعي وعندك سنن طيب أبرزها مثلا. لكن نحن الآن مثلا عندك، خلينا من البداية مثلا من السنن التي يبدأ بها الإنسان، موضوع عندك التطيب، وقبل أن يغتسل الإنسان ثم يلبس البياض، هذا طبعا من المستحب، يلبس الإزار والرداء، والرداء الأبيض، هذا من المستحبات. ثم عندك بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك، اللي هي التلبية المعروفة إلى أن يدخل فترة الحج كلها يكون فيها الإنسان ملبيا، هذه من المستحبات. إذا دخل وأدى الطواف، طواف القدوم، فإن ركعتي الطواف هذه أيضا من المستحبات. الذهاب إلى زمزم والشراب منها، وهذه من الأشياء على كل أيضا مستحبة. ثم بعد ذلك تأتي إلى موضوع المستحبات المتعلقة بمنى، والمستحبات المتعلقة بمزدلفة، المتعلقة بعرفة، كل ذلك حقيقة كل ركن من الأركان إلا وفيه واجبات وفيه كذلك مستحبات. نعم. شاكرا لك دكتور حسن. الشكر موصول لكم أنتم أيها السادة المشاهدون في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة. إلى حلقات قادمة نلتقيكم بإذن الله. طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ah 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 ah